مصالح الأمن اللي هي تابعة للتبون، ما هيش تابعة للتوفيق ولا تابعة للمخابرات القديمة ولا بوتفليقة، نفس مصالح الأمن. يا ودي قالوا له السيد راهو فاسد وهاو بنوه وهاو كذا وهاو كذا وكذا، وبالتالي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعي القناة لا يزالوا فيها، مرحبا بكم في هذا الفيديو الحصري لبن سديرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إذا أرحب بكم وأجدد بكم الترحاب إخواني في هذا الفيديو الحصري لبن سديرة، حيث سوف يكشف لكم أو سوف يوجه رسالة نارية لعبد المجيد تبون: أنت أسوأ رئيس للجزائر. كيف هذا؟ كل هذا سوف يناقشه بن سديرة. قبل أن نربط به الاتصال لا تنسوا كما العادة إخواني الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس وتعليق بعد مشاهدتك لهذا الفيديو. إن شاء الله بالنهاية سوف نعود نعلق نناقش كل ما سوف يكشفه بن سديرة. نذهب ونربط الاتصال الآن به مباشرة. قبل تبون كنا نقولوا باللي الموظفين خدامين عند عائلة بوتفليقة وحاشية بوتفليقة. الشعب ثار ضد حكم آل بوتفليقة وقلنا تخلصنا، يا راح بوتفليقة، راح سلال، راح ويحيى، راح وكذا كذا، هيا تهنينا. جاونا مسؤولين آخرين أسوأ بكثير من الأولين. على الأقل الأولين كانوا كما يقول لك الناس كانوا مسيطرين على الشعب، بصح ما كانوش يبولوا عليهم. اللي راهم الآن هذو يسبوا ويشتموا ويهينوا في الشعب ويبولوا عليه، واللي يحل فمه يزيدوا يخراو عليه. على الأقل في وقت بوتفليقة، وقت سلال، وقت ويحيى، وقت العصابة، دايرين كراعهم، وانت يقول لك اخرى وين حبيت، انباحاه دار دبر راسك ما يهمناش، تحب تخرج تهنينا منك وخرج. اللي ما عجبوش البلاد، اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد. هذا هو الخطاب اللي كان كاين. الان ما عجبكش الحال تموت هنا بلادي المكمك خارج. في وقت بوتفليقة كان اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، والشعب كان يقول له، الشعب كان يقول له لا زكارة نقعد هنا، بلادي المك نقعد هنا، هذه مش بلادك بلادي. الان اللي ما عجبكش الحال تموت بالقنطة، تموت بالغمة، تموت في الجزائر. بلادي نموك ما نخليك تخرج، ما نخليك، ما نرحمك، ما نخلي رحمة ربي تنزل عليك. الآن راهم يبولوا على الشعب ويخراو على الشعب، وراهم دايرين كراههم في الشعب، لدرجة أنهم روتريتين يحولوا روتريت تاعو حقرات شوكير بوندية، يعني مافيا. تجي خارج وراك خارج ريح ما كاش ادخل. تكتب صباح الخير في الفيسبوك ارواح، واش تقصد؟ دير جام الواحد ارواح، عندك علاقه به، درت له جام، دير جام اعجاب، دير اعجاب المنشور داروا بن سديرة ولا فيديو ولا اي واحد، حتى وليد ملوكه ولا حريته. انا ما نتفاهمش مع وليد ملوكه، عندي حرب مع وليد ملوكه من 2016 ل 2017 وساقط. بصح انا ما نمنعش واحد دار جام ولا معجب بوش قالوا وليد ملوكه، لانه الضغط اللي انتم دايرينه والفساد اللي انتم دايرينه هو اللي خلى هذا الشباب يروح يتبع وش يقول ولد ملوكه. نعم، الزعاف خوك يلزك العدوك. ولد ملوكه ينشط من 2012 ولا 13 ولا 14، واحد ما كان يسمع به. في وقت بوتفليقة قبل الحراك الناس تبع، خلي يهدر يفش روحه ويهدر، كان يهدر على فلانة مش عارفين لابسة كذا، وفلانة عريانة، وفلانة تشطح وكذا. تكلم على بنات مسؤولين كبار، تكلم على بنات بالقصير بوشوارب بفلان فلان فلان، قال لك يدز معه بنات الهامل، بنات فلان، بنت وسموه سلال، وليد ويحيى، هذا راه قاعد يتكلم. قال لك خلينا بحكي الكلب. وقتاش طلعوا له الشان وليد ملوكه؟ طلعوا له الشان من العهدة الثانية، العهدة الثانية الرئيس تبون طلعوا له الشان، ولات الصحافة الفرنسية تتكلم عليه، ولا وكيل النائب العام الفرنسي، ولا يعتمد على أقوال وليد ملوكة باش يتهم الدولة الجزائرية، يعتمد على أقوال وليد ملوكة باش يتهم الدولة الجزائرية.
شكون اللي رخصنا هذا الرخص؟ شكون اللي وصلنا لهذا الطحين اللي انا فيه والرخص اللي انا فيه والظلم اللي انا فيه؟ شكون وصل المسؤولين اللي اليوم راك مدير او راك وزير او راك ضابط وغدوة اليوم راك تحاكم في الناس غدوة تحاكم انت. اليوم راك تسمع في المتهمين غدوة تولي متهم. نعم، وكيل الجمهورية اليوم راه وكيل الجمهورية يحكم باسم الجمهورية وباسم الدولة الجزائرية، غدوة يصبح متهم ويصبح مرمي في السجن. وشني التهمة؟ لقينا له تهمة خلاص، فساد ولا استغلال النفوذ ولا كذا ولا. أولا من سمح لهذا الوزير أو هذا الضابط أو هذا القاضي أنه يكون فاسد؟ شكون يسمح له؟ المنظومة الفاسدة. المنظومة الفاسدة هي التي سمحت لهؤلاء المسؤولين أنهم يكونوا فاسدين. نعم، المنظومة السياسية الفاسدة، المنظومة ككل فاسدة. نعم، للأسف الشديد. يعني قبل سنوات مصالح المخابرات فتحت تحقيق على مدير عام صيدال في ذاك الوقت اللي هو علي عون، اللي خدمة مليحة. علي عون خدمة مليحة في صيدال، أنتج الانسولين ودار مصنع الانسولين ودار إنتاج كثير، لكن في نفس الوقت دار فساد. بنته كانت شيكورة في صيدال، هي اللي كما يقولك تحيي وتميت، وابنه كان أم دافار ودار لي زافار باسم صيدال بي وكذا وكذا. المخابرات فتحوا عليه تحقيق أيام الديراس، أيام فريق توفيق، فتحوا عليه التحقيق، لقاو فساد، فوتوه العدالة والعدالة حاكمته ودخل السجن. وكان متهم في قضية الخليفة نفس الشيء، لأنه صب دراهم صيدال في الخليفة ودا بطاقة كما داو جماعة، كما دا حتى رئيس الجمهورية كان وزير السكن، دا بطاقة ما عندهمش حسابات في الخليفة وعندهم بطاقة ذهبية، يروح وين يحب ويصرف وش يحب، 50-100 ألف دولار ما كاش لي يسالو. حاسبوه. هيا من بعد كي طاح الفريق توفيق وطاحت المخابرات، الديراس تحلت، خرج سي علي عون وقال لهم المخابرات لفقوا لي التهمة وكانوا يديروا دوسيات وكذا 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 تمسخير وما كاش. هيا سي تبون قال له عندك الحق، روح هيا نديرك وزير. داروا وزير، داروا مش وزير برك، يعني داروا كما يقول لك الناس سوبر وزير، يعني وزير المخير، والصناعة والصيدلانية والصناعة والاقتصاد واقتصاد الدولة وكذا وكذا، وتاكل عليه. بعد فترة مصالح الأمن اللي هي تابعة للتبون، ما هيش تابعة للتوفيق ولا تابعة للمخابرات القديمة ولا بوتفليقة، نفس مصالح الأمن يا ودي قالوا له السيد راهو فاسد وهاو بنوه وهاو كذا وهاو كذا وكذا. وبالتالي من المفروض الدولة تكون مبنية على تقارير مصالح وليس أشخاص. يعني جهاز المخابرات هذا راهو جهاز دولة، ماهوش جهاز تاع الفريق التوفيق راح لدارهم يديروا في جيبه ويديه أبدا. هذا وزير لما قالوا لك المخابرات ولما قالت لك العدالة في 2015 و2016 قالوا باللي السيد فاسد نتيجة أدلة. كيفاش هذا السيد مسبوق قضائيا وكان في الحبس وخلصها غالية، تعود ترجعه وزير وكأنه لم يحدث شيء، وكأنك لا تعترف بمخابرات بلادك ولا تعترف بعدالة بلادك، تعود ترجعه وزير ثم تكتشف أنه بالفعل فاسد وتعود تدخله الحبس. دونك كاينة حاجة، يا إما المخابرات غالطين وظلموا الوزير علي عون، يا إما أنت اللي غالط ودرت وزير وراك غالط، وبالتالي عليك أن تعترف أنك غالط. من 2020 الآن راك غالط في حساباتك، راك غالط، دخلت وزراء الحبس
دخل ضباط، انت خيرتهم، راك نتاكل عليك سي ناصر، نتاكل عليك، ومن بعد كتدخلوا الحبس بحجه انه فاسد. وكيل الجمهوريه راك انت نتاكل عليك وطلعوا في القراض، بعد كتدخلوا الحبس بحجه انه فاسد. مدير مخابرات تعتمد عليهم، بعد يدخلوا الحبس. مدير الشرطه تعتمد عليهم، بعد كتدخل. خياراتك خاطئه، حساباتك غالطه، حساباتك غالطه. إذا شكرا لكم متابعي القناة، لا يزال فيها لمتابعتكم لهذا الفيديو بالكامل لبن صدير. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اغفر لي واغفر لجميع المتابعين والمشاهدين والمسلمين الأحياء والأموات. إذا تحية لكل من يتابعنا من جميع بقاع العالم في هذا الفيديو الحصري الذي كان لبن صديرة. يعني تكلم وناقش في كثير من الأمور وكثير من الأشياء التي تقع بالجزائر، وخاصة نقاشه كان منصب حول الرئيس الجزائر، وأن عهدة عبد المجيد تبون أكفس عهدة في مر عصور الجزائر. الرئيس غبي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مستغل لثروات الجزائر. دائما كان يشدد بن صدير على هذه القضية، بأن الرئيس فاشل هو وحاشيته، ولا يستطيعون التفكير أصلا حتى في القضايا السياسية الجزائرية خارج الجزائر، ما بالك داخل الجزائر. كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. للأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماء ورب الأرض ورب العرش الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن إخواني، البث المباشر القادم، دمتم في رعاية الله. سلام الله عليكم.